السيد مكروف توفيق إطار قانوني بمؤسسة المياه وتطهير وهران في إطار استراتيجية رامية إلى عصرنة ورقمنة الخدمة العمومية. شرعت مؤسسة المياه والتطهير بتحيين ملفات شاملة لزبائنها الكرام، ذلك من خلال لا ميزاجور دي دوني و بيان لا كوليكت. هذا الشيء يمنح المؤسسة الاطلاع على الرقم التعريف الوطني أو ما يسمى بلونين، أيضا بعض المعلومات المعطيات الأساسية كرقم الهاتف، مما يساعد المؤسسة على التواصل مع زبائنها الكرام ومعرفة دقيقة للمعطيات. رقم التعريف الوطني متكون من 18 رقم موجود على ظاهر بطاقة التعريف الوطنية. هذا الرقم مستخرج من سجلات الحالة المدنية لكل شخص طبيعي، إضافة إلى أنه هذا الرقم هو فريد من نوعه، أي لكل شخص طبيعي له رقم معين. الهدف من هذا الرقم أيضا هو التحقق من هوية صاحب العقد، أيضا تجنب الاختلاط أو أي لبس في الأسماء والألقاب. تقوم المؤسسات الوطنية من خلال هذا التحيين جمع البيانات الدقيقة حتى تكون موثوقة ومفصلة، هذا لتسهيل المعاملات الإدارية مع الزبون. تزامنا مع التحول الرقمي الذي شهدته المؤسسات الوطنية، سبق وأن وضعت مؤسسة المياه والتطهير تحت تصرف الزبون عناوين إلكترونية، ذلك لبث الانشغالات المواطنين والزبائن الكرام، أيضا معالجة كل المشاكل والانشغالات في ظرف وجيز. نطمئن زبائننا الكرام أن استعمال هذه المعطيات يكون بطريقة حصرية في إطار مهني محض فقط، ولا يسمح لأي كان استعمال هذه البيانات خارج الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسة. إضافة فإن المؤسسة تلتزم التزاما صارما تجاه حماية هذه البيانات، فلها طابع شخصي، هذا تكريسا لمبدأ حماية المعطيات الشخصية وفقا لقانون 25/11 المعدل والمتمم لقانون 18/07 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعية ومعطياتهم الشخصية. ختاما لما سلف، نطمئن زبائننا الكرام أن كل إطارات وعمال مؤسسة المياه والتطهير ساهرين على الخدمة العمومية وخدمتكم.